وتفسير تفسير هدو إعام در ميل كردو بوسولشناخن إتسخأرا ميل بوق إيشن بو إذا خديشتو بوسولشناخن أخا ويا تغنى تفسير العدو دل حلقة تجمع تفسير علم خأرا تندوزل دوچا إتخأرا تنميل إيشن بدوچا إحاخور دو إن شاء الله تأقى لعلم التفسير أهمية بالغة علم تفسير سبوخ رجدو وينيمة تعليق هما دشي معا سحدستر دويز أقوتا تفسير علم حون خأرا تفسير حون دوزرا إذا جوخا يقلو كرت على الشيوز ذلك لأن القرآن أنزله الله ليتدبره الناس ويفهمونه هندو إلشا يوق على شو إذا الله دوسن دولون ديل القرآن الله القرآن دوس دارا إذا ناخا تنخ قيتي ترحم ناخك تنخ لات أويلي ترحم تهمن دوسن دوي الله وبالفهم تستريح الأنفس للعمل به وتطبيق ما فيه حون إتا قرآن معا حون قيتر وقرآن شو حدوش الآية شو حقيتش خلرا إذا حديغة برغت دول شندويز برغت دول حديغة هو من دول شدوي برغتا وقرآن عمليا وقرآن شو بوخو ريكتي لا تإدال دقيقة حديغا برغت خل ولقد أشار الله تعالى إلى أهمية التفسير عندما دعا إلى تدبر القرآن الله قرآن شح قرآنا أويلي هينخ تار قرآنا أويل تسيو يشباتق قرآنا أويل يشباخشا آية ديسوش خينحا الله إشردنق التفسير آية معا حقيتر إميل كرت على الشيو فمثلا يقول سبحانه وتعالى الله باخ تن لقول الله باخ شي آية أستعيذ بالله كتاب جين دو إزباخ الله قرآن أنزلناه إليك حيوك شادوسين دولو جين دو إزباخ بيخمرك عليه الصلاة والسلام مبارك بركتي دولش ليدبروا آياته وتقرآن شعدول آية شن أويلي ترحم دوسين دو شائباخ الله وليتذكر أولو الألباب حيق لبولدية حيخ مخلت حيخ مبحكيتا دوسين دو شائباخ الله وقال تعالى الله باخ قيش آية استعيذ بالله أفلا يتدبرون القرآن قرآنا أويل تسيوتسا قرآن تقيتش تو قرآن شو شابوخش دول وتمثلشن وتشا قدع حلق دحكن دول أمتشن شاديسين دول عازبش دق دول معجزاتش تامنش دول همشا تو قرآن شو دوتش تنخ أويل تسيوتسا تقيتش تنخ أم على قلوب أقفالها يتير دقنش تعدوغنش دو تحتوخن با الله وقال تعالى أيضا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بالقيام بمهمة التفسير الله قرآن شوحا ديل إلشنغا التفسير علما التفسير خأرا إذ كرتهم دويل حقو إتشاوينا الله بيهمرك دين أمر دوق قرآن قيترا قرآن قيتوشا ناخن دحيخ الله بيهمرك دوسن آية دوق دال بوخ استعيذ بالله وأنزلنا إليك الذكر شاحوغ قرآن دوسن باخ الله لتبين للناس ما نزل إليهم ناخق أحبيل قلدر حما شيك دوسندك أي قرآن أحسن بالقلد إش قرآن أحقيت با أحسن تفسير حيخة دوسن دوشائبا الله ولعلهم يتفكرون إشاء أويلي ترحم تسرق قرآن وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالمهمة خير قيام
فكان أصحابه إذا أشكل عليهم شيء من القرآن سألوه صلى الله عليه وسلم فيوضح ويبين لهم. ديل إلشنو أوخا كورت لاتسق على شو خلا ديل إلشنو كورت هم دويل دخا اتنقشي أمتنا القرآن معنى قيتر ديل إلشن أصحاب شي قرآن شح ديل إلشن عليه الصلاة والسلام أصحاب شي قرآن شح شين تهم تقيت ديلشنك عليه الصلاة والسلام خوش خلقتار فيوضح لهم ويبين لهم بيغمرو تان بلغل ديشخلا بيغمرو عليه الصلاة والسلام تان حيوخش خلق قرآن تفسير. قال الإمام الطبري سباخ رحمه الله وهو يبين أهمية التفسير تفسير خأرة تنعالشو اجوخ كرتهم دويل بلغل ديشا إمام طبري سباخ اعلموا عباد الله رحمكم الله الله تخيتم شخ برغش هي الله ليش شنخو إيلباخ أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية أقرج أوغا ناخن خديشتك بسوكش ناخن خديشتك أقرج أوغا إعام درنت عالش خليشك وبلغت في معرفته الغاية أقرج أوغا إخا إدوزا كرت عالش خليشيرغا ما كان الله في العلم به رضا إعامة شاء علم حون الله ريس خلش دول علم وللعالم إلى سبيل الرشاد هدى دريك حق دنيا شاء دول عالم حق دنيا شاء بولناخا أت علمانج إش بيرزة إش نيس بولنيق ده إش نيس سوق بيجا وإن أجمع ذلك لباغيه علم عامده هم دوزلو شولشنا عامده تشوح شادق دولش دول علم كتاب الله قرآن دشون إزباخ الذي لا ريب فيه قرآن دو إذا تعشيك الشيجوش وتنزيله الذي لا مرية فيه الله دوسن دو إذا تدوس درجة تعشيكو يوش الفائز بجزيل الذخر وسن الأجر تاليه يدوشوغ القرآن دوشوغ توقعن بولدق بولميل بحقنا إديق الخرمو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه شين حل خاغول شين تي حاغول تسع خرس دك تتصدوخش دك دو القرآن تنزيل من حكيم حميد ليرمي حكمة والشول خصم والشول الله دوسن دو القرآن وصدق الطبري ما بقلو الشلق طبري فيما قالت سوء تفسير حقا ألدو دشنشكع فقد كان العلماء من قبله يرحلون إلى بلاد بعيدة من أجل الوقوف على معنى آية وتفسيرها بقلا طبري الحلق بحكا بول علمنا خا تحن آية معن قيت آية موخ دوش خ تو آية تفسير شين عام ده جين دول مخ شخيدة ديش دعيخ شلقش قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ابن مسعود باه قرآن شو تسعى آية مداتسق شين إمت مود ميشاح دوسنا حين حقع دوسنا خوش بين ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تركب إليه الإبل لركبت باخ ابن مسعود شين خيج هو دنيا شو شيل ديكوها الله قرآن تفسير خوش استقويل خيج إيولشك أمكال عيخ لشولشا شا إيولشك غور مور باخ ابن مسعود وقد أشار الإمام القرطبي باخ رحمه الله أيضا إلى أهمية علم التفسير علم تفسير علم دوزرة إميل كرت على شيو إذا بلغل دوقش قرطبي باخ
رحمه الله، فعقد لذلك فصلا موجزا في مقدمة تفسيره، شي تفسيرا تشحل خيحة وتسد قرطبي سباخق الجامع لأحكام القرآن أوشدلو شيجين شع، أورد فيه ما يدل على أهمية التفسير، ومن ذلك ورد عن إياس ابن معاوية، إياس ابن معاوية قردئنق في فضل التفسير تفسيرا دوزل دوش قالت إياس باخ مثل الذين يقرؤون القرآن قرآن دوش بولشنيخ مثل وهم لا يعلمون تفسيره، ات قرآن تفسير خاءت سخوش ات قرآن شوح شاش دعدوش دقا قيت تقوش قرآن دوش بولشير مثل مود خائشون باخ إياس ابن معاويس كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلهم روعة أتير مثل مودو أتنيخ مثل قرآن دوش تو قرآني معا تقيش بولشير تن بوسنح بچحي غرا كي خط دئنا تتي بچحو يازن كي غط دولشا بوسن چوح تساركي كي غط حق قيتشنا لت بچرق بوچا يسويتا يوچا سيلون غاها داقنا كي غط دي شيشا يوچا چرق بوچ بولشنيخا اتسنيخ مصل دقتير فتداخلهم روعة تأقتير قيران بوخ دك چوحا هر ديشا ديشانا قچو هدو تقيش تخوش ساري تديش لوشيز بچحو سخون تعدي باختع يهودي باختع ألا تير دك چوح قيرا موخ تسلور بار اتنا غختر بقش باخ إياس ابن معاويس ولا يدرون ما في الكتاب اتشيك حدا اندول كي خدشو عدك هدو تخأسان يزديشا لت بچرق باتسير ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل أما التفسير خو شوستق القرآن دوش تنقيت شوستق مثلا كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب تاق إناخا يشرق بوش ديش إكيخت بحكش بولشا حيري بولشش بحكش بولش تاقونا خوخشي بوينها شرق بحشا توتاني شرق حقي إذا تار إكيخت دوشق تسيرلونغا إتشرق بحشوي أن وستق اختردق تفسير قيتش وستق مثل باخ إياس ابن معاوية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية سباخ رحمه الله عن أهمية التفسير وتفسيرا دوزل دوتشا شيخ الإسلام سباخ وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن هق أمة حشتة أو دوق حشدحون أس قرآن قيتر القرآن قيتر إز أو دوق حشدهق أمة الذي هو حبل الله المتين القرآن دو إز الله أو بالمشبو إز والذكر الحكيم أخ دولو حخدر دو إز أخ بولو حيخم بو إز تشوح حيخدر الله القرآن شو حيخوش دو هما شو جوز هم شدوس شو والصراط المستقيم نيس بالنقى بقي قرآن وما من واحد من المفسرين إلا وكتب في مقدمة تفسيره عن أهمية التفسير لكتاب الله عز وجل تفسير دين والعلم استجموات صن شاء تفسير دعدول دلي شادش حال خيازوش بين استفسير دوزل دوش يستشهد على ذلك بالآيات الواردة في الحث على التدبر في كتاب الله تعالى تارى شينا دليل لوتق تفسير الميل دزدو إميل كهدو دوش خينا الله قرآن شو عدخ كيتن دول شورت آية دخزارت دليل لوتشين فليعلم طلاب العلم خصوصا علم عاموش بولشناخن خؤيلق أستن والمسلمون عموما بصوبشناخن خؤيلق أن التفسير مهم جدا القرآن تفسير إجوخ كرتم دويل فهو الطريق إلى العمل بكتاب الله تعالى التفسير خأر
الله دائتن القرآن عمل يرى نقبق إز وتطبيقه الله قرآن شعبوخش ديكي تلاتسر دقيقة تنق بقز كمنهج للحياة هق دنيا شو حوال دعوالت أحان وحوته شلو برنامج القرآن تفسير خار وإن املأت نفس طالب العلم بجلالة علم التفسير وأهميته دفعه ذلك إلى مضاعفة جهده وحثه على مواصلة ليله بنهاره في الحث والدرس والتدقيب علم عام شو استجن نجحسن علم عام شو استج يأتس علما غلدو شو استج دوغ دعدو زح تندق شوحا وتس علم تفسير خأر تنسيل لور تاني تندوغ دعدو زح نجحسن تنخيتع تفسير خأر إسجوخ كرتهم دو إسجوخ إيشهم دو ألا تو إدقي تاني تلو تسحا أتدق أولو إوغروق إبوسو بستغا قحيغر تيوغا جوئز ستر خلر تيوغا روئزا دين شوح بيسنا أس قرآنا معا خلوش القرآن معا خلوش درس شيرتاح القرآن معا خلوش تلم برتاحا تو ستر وي روئز وجعل التعب لديه راحة القرآن معا شين خأر إدوزر تحشيا قحيق شاغل والشا أت قرآن معنو جوغا سبر غطوق قدو تون إخاء الأرداش شاغل شويد لأن السعي إلى الغايات يكون بحسب أهميتها وقيمتها هن ألشا أحق دنيا نتاني مسل يحتشا أو دنيا جوحو تحهم دلو شخلشا أت أحدغيش دل همي مخ أت دغيش شوش همي كرت تون كرت الملج أو يحجنا قمحوق أعيهم ده وعلى هذا فعلم التفسير أشرف العلوم تنديلا تتديغنا علم خأر تفسير دوزرة إذا أقر سيلاح دول علم الشيخ علم دقز بكتاب لتعلقه بكتاب الله قرآن تاني خوت ولر قرآن الله قرآن تاني خوت دوك خوت دلر حائزة أقر سيلاح دول علم دقز هن ألشا قرآنا معا هن خأرا الله تخوت لشدوحا دوك الله دين دول قمال تاني دق بيزم خلش بوحا تنديلا أقر سيلاح دول علم دقز هو أشرف الكتب على الإطلاق الله دوسين دول القرآن إذا أقر سيلاح دول جين دقز أقر سيلاح دول جين دقز هودني تشعر دول جين شكوحش وقد جعل بعض أهل العلم تتبول العلم نخ اللهون العلم بالتفسير من فروض الكفاية الذي لا تبرأ ذمة الأمة إلا بوجود ولو طائفة منها على مر الزمان تتعلمه وتتقن أصوله وتدل الناس عليه نجح سنهق أمة احتياج تعتوب وتفسير معا خوش تفسير تخوش التفسير عام تديش نجح سنهر أمة عد آيحة هق ديرك أمتنا تدوش قدوز نجح سن هق أمتي تعتوب خلاحة التفسير خوش التفسير ناخن دعاموش إبيلغل دوقشة تأقى هق أمتن قد إردوش دباخ تعتبول علم جناخ أي تعتبول علم جناخ فرض الكفاية دو ألا بيلغل داق نق التفسير خار تأقى دوت سألشة تفسيرا دوزلا تفسير خار ميل كورت دوت حدش إيش دو ويتدوش دول درسنجا إن شاء الله فاتحة إلى دل تفسير ده حوصر دوي تخن حكم ده حسد دوي هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.